طول عمري بسمع عن المرة اللي راكبة كل ده. لما شفت وداد في مسلسل جعفر العمدة عرفت واقتنعت ان فعلا المرة قادرة تركب كل شيء. يلا ونعم راجل فيك يا كلب يا غسيس. وداد دي يا جماعة دي الصفرة اللي مش هتشرب بيبسي ولا هتورد على جنة ولا هتورد في اي حتة خالص. فتعالوا نحرق لكم البت دي عملت ايه في المسلسل. ايوه كده يا وديع. طول عمري بسمع عن مرض السعران، لما شفت وداد عرفت معنى مرض السعران. يعني دهيت يا جماعه متجوزه سيد العمده ونفسها تفتح البيوتي سنتر، وفتحت البيوتي سنتر والراجل مش مقصر معاه سبحانه. شوف رغم كل ده تطلع هي السبب في كل مشاكل جعفر العمده في حياته، مش اخوه السيد سبحانه برضه، لا وداد مرات اخوه. ليه هي السبب في ان الولد ابن دلال يتقتل في بطنها وعبد جواد اتخطف وهو صغير. تطلع هي عشية شوقي ابن الخصم بتاع جعفر عمده اللي هو حماده فتح الله اللي هو نسيبه، والسيناريو عايز كده ما تقوليش ليه. بس وداد ده محترم، هي سبب كل الفساد اللي موجود في بيت جعفر العمده كله. حتى عايده ما سلمتش منها، ضربتها عشان عرفت انها بتزور مين؟ شوقي ابن حماده فتح الله في السجن، فخافت. وخد التقيله بقى من اخوك ان اصلا اللي هيموت وداد ولا جعفر ولا سيد، اللي هيموت وداد يا محترم هو شوقي عشقها. واللي اتقل منها ان شوقي خارج الحلقه الجايه وبعد حلقتين وداد هتموت. فانا بحرق لك مسلسل، فادعم المجهود.